هذا قليل الاعلان لي زامي، وقلبي غادي يوقف، قلبي غيخرج من بلاصتو. اخرى اللي غيتم فيها الاعلان على افضل صانعه محتوى عبر تيك توك. كنادي على اسامه اللي غيجيب لنا الاسم. كانت مرشحه انثى ممثله ليبيا، وكذلك غزل بن ربيعه. احسن تيك توكر في العالم العربي هي غزل. كنطلب من السيده بشرى ممثله القنصليه المغربيه تصعد عند البوديوم من اجل تقديم التروفي غزل بن ربيعه. السيده بشرى ممثله القنصليه المغربيه في حفل ألف مبروك حصولك على لقب أفضل محتوى عبر تطبيق تيك توك في شمال إفريقيا. إحساس ديالك؟ قبل ما نوصف الإحساس ديالي اللي صراحة ما نقدرش نوصفه دابا، كنشكر الله سبحانه وتعالى، وكنبغي نحيي ونبارك للمغرب والمغاربة هذا اللقب اللي كنعتز أنني قدرت نهزو بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل المتابعين ومغاربة العالم كاملهم اللي تاقوا فيا واللي شجعوني واللي صوتوا عليا. كنبغي نحيي ونشكر طاقم المسابقة اللي برز للعالم جمالية القفطان المغربي، واللي التفت للمحتوى ديال تيك توك، اللي في الاول فاش يلاه بغيت ندير تيك توك اول مرة لقيت صعوبة مع العائلة، حيت تيك توك كان في الاول ما فيهش محتوى، فانا تقاتلت وتحاربت وهضرت في تيك توك وحاولت نوصل لواحد المحتوى اللي هو هادف، محتوى اللي كيهم المرأة المغربية، محتوى اللي كيهم المرأة اون جينيرال. حاولت انني ندير محتويات متعددة باش المتلقي ما يملش، الا ما كيعجبوش محتوى يعجبو الاخر. كنشكركم من صميم القلب على الثقة ديالكم فيا، كنشكركم على هذه الالتفاتة. كنبغي نشكر الناس اللي ساندوني منذ البدايات ديالي. غنبغي نعيط على جيهان الا كانت تقدر تطلع البوديوم، لانها هي تبارك الله هي اللي كانت مساندك اكثر وحده. جيهان ممكن تفضلي معنا؟ تخوفي جيهان لحظات من هذا المنبر نبغي نقول لكم الصداقه كاينه، ولكن خاصكم تلقاو الصديق الحقيقي، حيت هذه لقيت فيها اختي الكبيره، لقيت فيها امي، لقيت فيها صاحبتي، لقيت فيها كل شيء. كنلقاها في الحلوه وفي المره ودائما مسانداني ومخليه شريكتها وخدمتها وكل شيء. وقفت معايا اليوم، جو تيم، كنبغيك بزاف. كنحيي الام ديالي على التشجيعات ديالها اللي كانت كتشجعني من الاول، وكنشكر الوالد ديالي اللي هرس لي البوط ويفي اول مره شاف فيديو ديالي. كنبغيك بزاف بابا، وكنبغيك بزاف ماما. شكرا بزاف بزاف لاي واحد ساندني ولاي واحد حاربني. بالنسبه للناس اللي ساندوني عطيتوني طاقه ايجابيه وعطيتوني كل الحب، وبالنسبه للناس اللي حاربوني واللي ضربوني بالحجر، هذاك الحجر هو اللي بنيت به الدروج اللي وصلت بهم اليوم. شكرا.